هذه طاجة السمك بالطحينة والبصل مثل ما شايفين. الأكلة اللادقانية حصرا وبامتياز لادقانية وبالساحل السوري. جربوها عن جد، أكلة بتاخد على كتير كتير طيبة. بصلتين كبار بتفرموهم جوانح مع كاستين كبار طحينة، بتخلطوهم أو بتكسروا الطحينة بالمي، مي عادية من الحنفية مع شوية ملح ليمون أو حامض ومعلقة كبيرة ملح ورشة بهار سوري حلو. بتجيبوا سمك بتقطعوهم كل سمكة نصين وبتقلوهم وبتحطوهم بعد ما يستووا تماما ويحمروا، بتحطوهم بقلب صوص طحينة. شايفين الصوص غير شكل، ما أنا مريقة ولا شوربة ولا مي. وهلأ خلونا نروح مع بعض لحتى نشوف كيف رح نعمل هيدي الأكلة اللذيذة الرائعة. إذا بدكم تشوفوا هيدي الوصفة بالتفصيل موجودة بقناتي على اليوتيوب، واسم القناة لوديسة 7. ما موجودة غير باللاذقية حصرا. طاجة السمك، هذا سمك إيجاج مثل ما شايفين. وهي الصوص تبع الطاجة: بصل، ثوم، طحينة، معلقتين كبار لبن زبادي ومعلقة صغيرة ملح الليمون. وقبل ما نحط الطحينة بنحمص البصل والثوم بنص كاسة كبيرة زيت زيتون. هلا بس تعقد شوي الصوص، بس يعقد بيكون السمك استوى، راح احطه مع بعضهم ووريكم اياهم. انا هالوصفة عملتها من قبل من زمان على اليوتيوب، وهي موجودة هلا على اليوتيوب. اللي بده يشوفها فينه يقدر يروح ويشوفها على اليوتيوب. قناتي لوديسة 7 بالانجليزي، كله مكتوب بالانجليزي، لوديسة 7. لوديسة 7. وبتنعمل بسمك بلا حسك اذا بدكم. مثل ما شايفين هلا السمك استوى والصوص عقد وصار غير شكل. صوص طاجة بالسمك. هلا شو بسوي؟ رح شيل السمكات وحطهم بقلب الصوص. نشيلهم هيك هالشكل هذا ونحطهم صوص طحينة والبصل. هيك اصولها للطاجة اللادقانية بالطحينة مع البصل والسمك. شايفين؟ ونحط كمان هذا مثل ما شايفين. الله وكيلكم، الغاز صار عيضة من زيت القلي، بس شو بدنا، الأكلة بتستاهل. نحاول يتغمسوا كلياتهم بصوص طحينة. إذا ما تغمسوا بالصوص ما بيطلعوا طيبين. شايفين؟ هيك لازم تكون طاجة السمك بالطحينة مع البصل والثوم وزيت الزيتون اللادقانية حصرا. هي بمدينة اللاذقية وبالساحل السوري. هلا بس تستوي راح ورجيكم هي بمنظرها النهائي. يلا باي. وهلا شو رايكم تيجوا تشوفوا هالشوفة معي؟ هذه طاجة السمك بالطحينة والبصل مثل ما شايفين. الأكلة اللادقانية حصرا وبامتياز لادقانية وبالساحل السوري. جربوها عن جد، أكلة بتاخد على كتير كتير طيبة. وإذا بدكم فيكم تاكلوا معها فليفلة حدة ومكابيس. مثل ما شايفين حبايبي، هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا اليوم، وصفة طاجة السمك بطحينة.
إذا عجبتكم الوصفة اليوم شيروا الفيديو وحطوا لي لايك وتعليق إذا بدكم. كان معكم الشيف جمال وسلام.